سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. عاودت وليت ليكم فيديو جديدة وغرسات جديدة، واليوم ان شاء الله راح نشارك معكم بسكوي رولي بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات ماهيش بزاف وموجودة في كل بيت جزائري. ما نطولش عليكم، نروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. نحتاج للوصفة 3 حبات بيض. انا حبات البيض كنت جبتهم قبل ما نبدا نخدم في الكاطو باش يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. زدت عليهم كاس سكر عادي، راكم تعودتوا عليا انا دايما نستعمل الكاس الاسطوري للكيل. لافاني، انا ما كاش عندي القارص وكان زدت استعملت مبشور القارص يزيد قوش باب. نخلط المكونات مليح بالمضرب الكهربائي. كيما شفتوا كيما قلت لكم مكونات سهله وبسيطه تقدري ديري بها قاطو خفيف وبنين. كيما انا هنايا درتو القهوه العصر نطليه ليه وجدته وسقهوينا به. نص كاس حليب دافي كيما تعودتوا عليا ودائما نقولكم المكونات الجافة تتغربل. هنايا درت كاس فارينة وزدت عليه كيس خميرة نوارة. كي تغربلي المكونات تيفيتي الحبيبات والتكتلات وتتحصلي على خليط يكون كيما حنا نقولوا خليط الملمس تاعو ناعم ما في حتى حاجة. زدت خلطت المكونات شوية هكا باش نضمن المكونات تجانست مع بعض، وهذا هو القوام اللي لازم نتحصل عليه. شوفوا يجي ماهوش ثقيل، يجي خفيف واللون تاعو رايح للبياض. بعدها جبت سنيوة 30 على 35 ولازم نستعمل ورق الطهي هكا باش الرولي تاعي ما يلصقليش، وثاني كي نقلبو بسهولة. بعدها رحت مباشرة فرغت الخليط في سنيوة واستعملت سباتول. هنايا اللي تساعدك استعمليها، المهم توزعي الخليط يكون متساوي في سنيوة هكا كي يطيب لنا الرولي يطيب لنا نيفو واحد، ما تجيش جهة طالعة على جهة. بعدها دخلت سنيوة للفرن اللي كنت شعلته مسبقا، غير يطيب الرولي وياخذ اللون الذهبي من الفوق نخرجوه من الفرن. وهنايا نمدلكم معلومة مهمة وضرورية لازم تديروها، واللي هي نقلبوا البسكوي رولي وهو سخون. علاه قلت لكم هكا؟ لازم الرولي تاعنا نروليه وهو سخون، وكان نخليه يبرد يتكسر. على هذاك نقلبه وهو سخون ونزيد له المعجون ثاني وهو سخون ونروليه مباشرة. هي حاجة سهلة ماهيش صعيبة، بصح نصور لكم قاع المراحل باش هكا اللي تكون مبتدئة تتعلم وتطبق. هنا كيما راكم تشوفوا راني نرولي بيه، ورق الطهي ما نحيتوش يساعدني بزاف وانا نرولي في البسكوي رولي تاعنا. على هذا الحالة نديرو ديريكت في الثلاجة مدة 30 دقيقة، بعدها نجبدو ونحيلو الحواف كيما راكم تشوفوا باش تجينا خدمة نقية ومتحوفة. وللتزيين كيما دايما نقولكم التزيين اختياري، انايا درت سكر ناعم، وفي التقطيع البسكوي رولي درتو قيس 2 صباعتين كيما راكم تشوفوا. انا الحبات جاوني متحوفين وفي العبر، وانتيا واش تحبي يكونوا اقل من هكا ولا اكثر. بعد ما قطعت البسكوي رولي يعني قطع لي حبات ما شاء الله، ما حبيتش نخليه هكاك، حبيت نزيد نزينه من الفوق، درت له الكرز المجفف. شكل البسكوي رولي بعد ما كملته، والبسكوي رولي اكيد في صحن التقديم. ان شاء الله الوصفة تكون نالت اعجابكم، تجربوها وتشاركوني رايكم في التعليقات. وقبل ما نقولكم تهلاو في روحتكم ونتلاقى في فيديو اخرى بحول الله، ماذا بيا تدعموني بجيم وكومنتر وابوني اذا راكم اول مرة في القناة. تهلاو في روحتكم، نتلاقى في فيديو اخرى بحول الله. سلام.